الوعي رحلة، والحب رحلة، والحلم رحلة. كل رحلة فيهم بتبدأ بحدث غير متوقع، مفاجأة غير محسوبة، وتنتهي بولادة جزء جديد فيك وموت جزء قديم معادش ليه أي مكان وسط العالم ده. الجزء اللي هنتكلم عنه النهاردة مستوحى من كتاب في دايرة الرحلة لدكتور محمد طه. الكتاب ده عن الحب وعن الوعي وعن الأحلام، بس في جزء النهاردة بالذات هنتكلم على 8 مستويات لاحتياجاتنا النفسية. عالم النفس المعروف إبراهام ماسلو ورفاقه وصفوا 8 طبقات أو 8 مستويات من الاحتياجات النفسية، سميت فيما بعد بهرم ماسلو للاحتياجات. أولها وأهمها للبقاء والحياة الاحتياجات الفسيولوجية، زي إنك محتاج تاكل وتشرب وتنام، والاحتياج للهواء وللدفء. تليها ولا تقل عنها أهمية الاحتياجات الخاصة بالأمان، السيفتي نيدز، أمان وسلامة الصحة، الأمان المادي والأمان النفسي والأمان الشخصي على نفسك وممتلكاتك طبعا. بعدها انت محتاج تحب وتتحب، محتاج حد تثق فيه ويثق فيك، محتاج تتشاف وتتقبل وتحترم، تنتمي لحد أو لمجموعة من الناس، محتاج تحس بدفى وجودك في عيلة، ومحتاج علاقات عاطفية، ومحتاج أصدقاء. دي طبقة الاحتياجات الاجتماعية أو الاحتياج للحب وللانتماء. عدم إشباع الاحتياجات دي بيعمل مشاكل نفسية كتيرة جدا. يجي الدور بعد كده على الاحتياج للتقدير، إنك تحس إنك متقدر من اللي حواليك، وإنك كمان تبقى مقدر نفسك وحاسس بيها ومديها حقها. يوصلك إن اللي معاك واللي حواليك حاسين بقيمتك وقدرك ومكانتك، سواء في الشغل أو في البيت، في الشارع، في أي سياق انت موجود فيه. وانت كمان تحس بقدراتك وإمكانياتك ومناطق قوتك، تحس باستقلاليتك وتفردك، تحس إنك كفاية. وده اللي يوصلك بعد شوية لما يعرف باسم الثقة بالنفس، أو أنا هنا أستاهل، مبدأ الاستحقاقية. عموما بعد ما تشبع كل الاحتياجات دي يجي الدور على مجموعة أرقى وأعلى من الاحتياجات. في احتياجات معرفية، الاحتياج للتعلم، للاكتشاف، حب الاستطلاع والفضول، احتياج انك تفهم وتعرف وتبدع، واحتياج ان اللي بتعرفه واللي بتعيشه واللي بتمر بيه يكون ليه معنى. وفي احتياجات جمالية، احتياج انك تشوف وتحس الجمال حواليك، او بوصف ادق تعرف تطلع وتستخلص وتتذوق الجمال اللي حواليك، زي انك تستمتع بجمال الطبيعة، بألوان الحياة، او انك تشوف الجمال في علاقة ام بولادها. في مقولة سمعتها وهي بجد مؤثرة جدا، تتكلم عن اللي مش بيعرف ازاي يستمتع بفنجان قهوة عمره ما هيعرف يستمتع حتى لو كان معاه يخت. اللي ما بيعرفش ازاي يتبسط باللي معاه او بأقل حاجة عمره ما هيعرف يتبسط لو كان ايه معاه. فاحتياجات الجمال او احتياجات ان البني ادم ازاي يكون مبسوط باللي معاه، دي طبقة من الاحتياجات عالية جدا ومش اي حد بيعرف يوصلها. اللي بتشبع عنده كل المستويات والطبقات دي من الاحتياجات بيوصل لمستوى جديد ومختلف اسمه تحقيق الذات، self actualization. يعني حضرتك تجتهد وتعافر وتوصل للي كان نفسك توصله، وتفعل كل قدراتك وإمكانياتك وإرادتك في اتجاه ما، وتواجه المصاعب وتتخطاها، وتقبل التحديات وتتجاوزها، وتتحرك وتختلف وتبدع، وتحقق في الآخر اللي انت كنت عايزه، وتوصل لأفضل نسخة من نفسك، تكون كما تحب أن تكون. إنسان ناجح، شخص مبدع، مدير محبوب، أب أو أم عامل اللي عليه. متخيل الإحساس ده عامل إزاي؟ تحس إنك مليان من جواك، إن نفسك أكبر من الدنيا، تحس إنك واقف فوق جبل حياتك وباصص على عمرك اللي فات من فوق بابتسامة رضا. وأخيرا وبعد هذا الامتلاء النفسي الداخلي والوصول لتحقيق نفسك، توصل لآخر طبقة من الاحتياجات الإنسانية، وأعلى وأرقى مستوى من مستويات الوجود اللي عنده انت بتبدأ تخرج بره نفسك وتتجاوز حدود ذاتك. المستوى ده اسمه فعلا تجاوز الذات. تجاوز الذات هنا ممكن يكون في اتجاه حد تاني غيرك، آخر أو آخرين، يعني تفضل غيرك على نفسك.
ده غير طبعا انك تبخس نفسك حقها، ده غير ده انك تسمو فوق صغائر المواقف والعلاقات، وده غير انك تتنازل عن حقك، تضحي بنفسك في سبيل غيرك، وده غير انك تلعب دور الضحية. هنا مساعدة الآخرين، وهنا إنكار الذات، وهنا طبعا التضحية بالنفس من أجل معنى أو قيمة أو إيمان، ومش لازم يبقى شخص، في اتجاه ما هو أرقى وأعلى وأسمى. بس طبعا في نقاشات وجدالات حوالين ترتيب الاحتياجات دي، وفي أسئلة: هل عشان نوصل لمستوى لازم نشبع المستوى اللي قبله ولا لأ؟ وهل لازم إشباعهم يكون بنفس ترتيبهم ولا مش لازم؟ بس كل ده في رأيي نقاط جانبية بجانب الفكرة الأساسية. كل حاجة من دول ممكن تتعمل على مستوى واحد أو أكتر من المستويات اللي فوقها، وتشبع احتياج واحد أو أكتر من طبقات الاحتياج اللي شرحتها دي. وهنا بقى يعني الكلام، ممكن الحب والإحساس بيه اللي اتكلمنا عنه في طبقة الاحتياجات التانية يقف فقط عند إشباع احتياجك للحب، يعني يكون كافي فقط لطبقة احتياجك التانية. لكن في حب يشبع كمان احتياجك للأمان، وهي طبقة الاحتياجات التالتة، لما تحب حد وجوده طيب وهادي ومطمئن. وفي حب يشبع مع احتياجك للحب والأمان احتياجك كمان للتقدير والثقة بالنفس، وده طبقة الاحتياجات التالتة. وفي حب يشبع مستويات أرقى وأعلى. المختصر إن في طبقة واحدة ما بتقفش بس عن إن هي تشبع نفسها أو تقف لحد هنا، لأ، بتتجاوز حدودها وبتبدأ تشبع طبقات أعلى وأرقى بكتير. ممكن تحب حد يحفز ذهنك وينشط عقلك ويفتح عليك من جواك أبواب الوعي والمعرفة، الوعي بنفسك وبغيرك وبالعالم، معرفة واكتشاف نفسك وغيرك والحياة. ممكن تحب حد يخليك تشوف الجمال في نفسك والجمال في اللي حواليك والجمال في الدنيا كلها. حب يشبع احتياجاتك الجمالية زي ما بيشبع احتياجك للحب وللأمان والتقدير والمعرفة. بس طبعا والأكيد إن مش كل حب بيعمل ده كله. ممكن حب يعمل كده في الأول لكن يقل مع الوقت، ويقع منه مستوى ورا التاني، وتختفي طبقة تحت طبقة لحد ما يبقى حب مش بيشبع حتى احتياجك للحب، واللي هو الاحتياج التاني أو طبقة الاحتياجات التانية. نفس اللي قلناه على الحب نقدر نقوله على الأكل والشرب والصداقة والجواز والشغل والفن والعلم والدين وكل حاجة. ممكن علاقتك بالأكل تبقى عبارة عن إشباع غريزة الأكل فقط، وهي طبقة الاحتياجات الفسيولوجية الأولى. وممكن علاقتك بالأكل تجمع كل طبقات الاحتياجات الإنسانية وتحتوي جميع مستوياتها وتتجاوزها وتتحول لعلاقة أوسع مع الشجر والمطر والكون وربنا. ممكن علاقتك بالدين تبقى مجرد انتمائك لمجموعة ناس شبهك بس، وممكن تبقى طريق ممهد يوصل بينك وبين خلقك مرورا برحلة وتفاصيل حياتك. ممكن علاقتك بحد تشبع كل مستويات احتياجاتك النفسية، وعلاقتك بحد تاني بتختزلها وتختزلك معاه، وهكذا. حاليا بص بقى على هرم ماسلو تاني وفكر في أي حاجة بتعملها أو أي حاجة مصدقها، واسأل نفسك هو ده بيشبع عندي ايه؟ أوله فين وآخره فين؟ بيملى جوايا ايه؟ وأي مستوى من احتياجاتي؟ مستوى واحد ولا 2 ولا أكتر ولا كلهم ولا مفيش؟ طب بيملى احتياجاتي بشكل مؤقت ولا على طول؟ امتلاء حقيقي ولا امتلاء زائف؟ بيخليني أفكر وأفهم وأتعلم وأستوعب؟ طب بيفتح عيني على الجمال؟ طب بيوصلني بنفسي؟ بيوصلني لنفسي؟ بيوصلني بالكون؟ طب بيوصلني بربنا؟ مش لازم تجاوب دلوقتي، عارف تعمل ايه؟ تحس بكل خلية فيك الكلام ده نفسه وصل بيك لغاية فين.